بأن يوم 17 يعني الرجل الذي قاد أول مسيرة ولما المسيرة هو عمر ولد أحمد بن علي. لا على كل حال هذا الإثبات هذا يمكن أن يثبت بعد. غير صحيح كل شيء. على كل حال سيد الوزير على كل حال عفوا لحظة نظام، ماذا يعني ما يقوله؟ على كل حال يعني أنا أقول أنا كنت حاضرا. نعم أقسم برب العزة، أقسم برب العزة فالق الحب والنوى. لا أن ما يروج الآن هو افتراء وهو حقائق غير صحيحة. كنت حاضرا، عفوا سيد الوزير، كنت حاضرا أنا شخصيا منذ الدقائق الموالية لاستشهاد البوعزيزي، وأعرف أول من رفع شعار التشغيل استحقاق يا عصابة الصراخ، وكل شيء موثق باليوتيوب وكل شيء موثق بالفيسبوك، ونعرف العفو ونعرف بعضنا البعض، ونعرف يعني أنفسنا من الذي كان متواجدا، وأعرف هذا السيد الذي تتحدث عنه، أعرف متى تدخل بعد فرار بن علي. أول من رفع شعار التشغيل استحقاق يا عصابة الصراخ اسمه الناصر ظاهري، وهو نقابي معلم. لو سمحت لي معلش، أنا تحدثت ربما بنبرة عالية جدا، لأن ما يروج هذا افتراء وغير صحيح. طيب فينا بس نشرح لو سمحتم لي شخصيا وللمشاهدين. لو تسمحي هذا ما هي نقطة الخلاف الآن؟ نقطة الخلاف أنه روج بعد فرار بن علي أنه أول من قام باجتماع عام اسمه يلقب أولاد أحمد بن علي من سيدي بوزيد، هذا غير صحيح. ومن هو هذا الشخص؟ يعني من قالها السيد الوزير يمثل النهضة الأستاذ، وهو من النهضة. قالها الأستاذ زميلي المحترم الأستاذ سمير الديلو، وتم تكذيبه على صفحات الفيسبوك. وأنا أعيد وأرفع شعار التحدي، أرفع شعار التحدي إلى كل من يثبت أن هذا الذي كان يذكره مع احترامنا له وأقدره وأعزه وأجله، أرفع شعار التحدي. إن كان هذا صحيحا فليدلي بدلوه. أنا لدي ما يسمى بلي سيكونس في الفيسبوك وبلي سيكونس في اليوتيوب. نعم سيد الوزير، ومعروفون الوجوه التي تواجدت أمام مقر الولاية، معروفين وجها. طيب هلا نحن اليوم نتحدث عن أبوة الثورة، يعني ليست هنا مزايدة لمن قام، ليس هناك مزايدة ولا عن أبوة أنا أشكرك الثورة. أنت وأشكر أمثالك الذين شاركوا في هذه لحظة. أنا أشكرك أن لست هنا في مقام مزايدة، وإنما هنا ليس مقام مزايدة. لا نقول الحقيقة سيد الوزير، نقول الحقيقة. طيب خلونا إيمان لو سمحتي أنت. لماذا سيدي بوزيد؟ لأن منها اشتعلت شرارة الثورة في ديسمبر عام 2010. سيدي بوزيد الولاية الوحيدة التي لا يوجد فيها معمل محترم. سرعان ما انتشرت النار على صفحات الإنترنت. لماذا صفحات الإنترنت؟ لأن نبض الثورة شبابي بامتياز. على ما يبدو الشباب هم جمهور الإنترنت. تونس، ثورة الياسمين، ثورة الأحرار، رائدة ثورات الربيع العربي.